السلام عليكم. معكم دكتور إبراهيم. حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ سبتمبر 2025، فإن من 30 ل 33% من البالغين اللي سنهم فوق 30 سنة بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. يعني تقريبا ثلث الناس أو واحد من كل 3 بيعاني من ارتفاع ضغط الدم. وكمان التقرير ده بيقول إن 44% من الناس اللي ضغطهم عالي ما يعرفوش أساسا إن ضغطهم عالي، ومش بياخدوا بالهم إلا متأخر أو بعد حدوث مضاعفات لمرض الضغط. السبب الرئيسي لكده إن في الغالب مرض الضغط مش بيكون ليه أي أعراض ظاهرة في البداية، عشان كده تم تسميته القاتل الصامت The Silent Killer، والتسمية دي عالمية. بعد ما عرفنا إن ضغط الدم منتشر قوي كده، طبيعي تسأل أنا إزاي أعرف إن ضغطي عالي؟ أو إمتى أحس إن لازم أقيس الضغط؟ هنجاوب على السؤال ده في جزئين: إيه الأعراض اللي ممكن تحصل لما الضغط يعلى، ومين عرضة أكتر إنه يجيله ضغط عالي فلازم يتابع ضغطه باستمرار. وفي الآخر هنقول تقيس ضغطك كل قد إيه. نبدأ بالأعراض. نرجع ونقول إن معظم الناس اللي ضغطهم عالي مش بيحسوا بأي أعراض، حتى في بعض الأحيان ممكن يكون الضغط وصل لأرقام كبيرة أو حتى بقاله كتير ممكن سنين وبرضه مفيش أي أعراض. لكن لو ظهر أعراض ممكن تكون في أكتر من شكل، وأشهر حاجة هي الصداع، خصوصا لو كان شديد أو متكرر. ممكن نهجان أو ضيق في النفس، وممكن كمان دوخة أو إحساس بالدوار، زغللة أو تشوش في النظر، وممكن إحساس بتعب عام من غير سبب واضح للتعب ده، وممكن برضو يحصل نزيف من الأنف مثلا. الأعراض اللي قلناها دي مش خاصة بضغط الدم بس، لكن ممكن تحصل لأسباب تانية كتير. لكن لو حسينا بيها الأفضل إن احنا نقيس الضغط مع النظر في الأسباب التانية المحتملة للأعراض دي، اللي الضغط ممكن يكون واحد منها. نخلي بالنا لو الضغط وصل لأرقام كبيرة ممكن يحصل أعراض شديدة وبتكون إنذار خطر، زي حدوث ألم في الصدر أو ضيق نفس شديد. لو صداع شديد مفاجئ ممكن يحصل ألم في أعلى الظهر أو في منتصف الظهر مش واضح سببه، يعني الشخص ما اتخبطش مثلا في المنطقة دي وفي وجع وهو مش عارف سببه إيه. تنميل أو ضعف حركة في الإيد أو الرجل مثلا، تلعثم في الكلام أو اختلال النظر المفاجئ أو اضطراب الوعي. والأعراض الأخيرة دي كلها علامات خطورة، لو حصلت لازم الشخص يتوجه للمستشفى فورا. الجزئية التانية من الإجابة: إيه اللي ممكن يخليني عرضة أو عندي خطر أكبر للإصابة بالضغط؟ أول وأهم حاجة هي زيادة الوزن، قلة الحركة أو قلة النشاط البدني، التدخين طبعا، الأكل اللي فيه ملح كتير زي المعلبات والأكل الجاهز، التوتر والضغط النفسي المستمر، قلة النوم أو عدم انتظام وقت وساعات النوم، وجود أمراض مزمنة زي السكر، ارتفاع دهون في الدم وأمراض الكلى، برضو قلة أكل الخضار والفاكهة مصحوبة بارتفاع ضغط الدم، وكمان ممكن مع كبر السن، وطبعا الوراثة اللي بتلعب عامل مهم جدا جدا. وجود عامل أو أكتر من العوامل دي يخلينا لازم نهتم ونقيس الضغط بانتظام. وده يخلينا نروح للسؤال المهم: نقيس الضغط كل قد إيه؟ ده بيختلف من شخص للتاني أو من حالة للتانية. الأشخاص اللي ما عندهمش أي عوامل خطورة وضغطهم طبيعي أو آخر قياس قاسوه كان طبيعي، المفروض يقيسوا الضغط مرة على الأقل كل سنة. ممكن الناس تفكر إن مرة على الأقل كل سنة دي حاجة قليلة خالص، وده حقيقي، لكن إحنا شفنا عيانين كتير أو أشخاص كتير نسأله قست الضغط قبل كده بنتفاجئ إن هو عمره ما قاس ضغط في حياته، أو آخر مرة قاس كان بالصدفة من 5 أو 6 سنين. طيب بالنسبة للناس بقى اللي عندهم عامل أو أكتر من عوامل الخطورة اللي اتكلمنا عنها، أو كان ضغطهم قبل كده في مرحلة ضغط الدم المرتفع، يعني ضغطهم أعلى من الطبيعي بس ما نقدرش نقول عليه إن هو مريض ضغط، دول المفروض يقيسوا الضغط مرة على الأقل كل 6 شهور. وبالنسبة لمرضى الضغط الموضوع بيختلف على حسب كذا عامل، زي هل هم لسه بادئين علاج، أو هل هم لسه مغيرين نوع العلاج اللي بياخدوه، هل أصلا ضغطهم مظبوط على الأدوية ولا لأ. فالقياس هنا بيكون عدد مرات أكتر، والموضوع بيرجع لنصايح وتقييم الطبيب المعالج، وممكن يتراوح من إنه يبقى مرة أو مرتين في اليوم عند بدء علاج جديد أو عند تغيير العلاج، لإنه يبقى بعد كده مرتين في الأسبوع مثلا لو الضغط مستقر وكويس، وده طبعا حسب توصيات الطبيب المعالج. وبكده نكون خلصنا موضوعنا النهارده. أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا. شاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهم ويهمكم صحتهم، وأشوفكم في فيديو جديد.